السلام عليكم احلى متابعين. حطي عليها لبن ومش هتندمي خالص. ايوه زي ما بقولك كده، حطي على الكبده لبن ومش هتندمي. وداعا بقى للزفاره، ولو ما بتحبيش الكبده البلدي هتحبيها من هنا وجاي. تعالى اقولك على تتبيلتي المميزه اللي بتطلع معاها الكبده مش زفره خالص وبتطلع حلوه جدا. انا من اسكندريه وحابه اقول لكم بقى على طريقه خطيره لعمايل الكبده، ازاي ما بتطلعش معانا زفره وبتطلع حلوه جدا. حطي بقى لايك للفيديو وتعليق حلو وكملي الفيديو علشان هتستفادي. بجد بجد انا مبسوطه اني عرفت الوصفه دي وما حبيتش ابخل عليكم بيها. حبه كبده يا جدعان، جريمه نص الليل. بجد حاجه وهم وهم، وطعم خطير وتتبيله حلوه قوي قوي. بجد كنت بحط على الكبده خل، بس بعد الوصفه دي ندمت جدا ان انا كنت بحط خل، وازاي ما كنتش اعرف ان هي بيتحط عليها لبن. وده سر عرفته من واحد صاحب مطعم شهير يعني، بيعمل كبدة هنا في اسكندرية وكل الناس بتحب تاكل من عنده. انا كان عندي بقى نص كيلو كبده بلدي، طلعته بقى فك شويه صغيرين، وشلت بقى القشره اللي تبقى على الكبده دي. طبعا لازم تشيليها عشان بتعمل شده في الكبده كده ومطه مش حلوه. لازم تشيليها من على الكبده وبتتشال بكل سهوله. الحته دي معلش ما اتصورتش، بس اوعدكم المره الجايه اما اجي اعمل كبده هصور لكم ازاي بشيل القشر اللي عليها ده، اللي هو الشفاف الابيض. اوعي ما تكونيش عملتي لايك للفيديو تعليق حلو. بجد فانزاتي بحبكم جدا. تعالوا بقى نلبس الجوانتات بتاعتنا ونقطع الكبدة علشان خاطر طبعا انا مش بحب الدم يعني يوصل لايدي، فبحب البس جوانتات وانا بقطعها. بس عادي جدا في ناس بتقطعها من غير جوانتي، بس انا بفضل ان انا اكون لابسه جوانتي. بصوا الكبده بقى ناعمه ازاي عشان انا شلت من عليها القشره اللي قلت لكم عليها. هقطع بقى الكبده وتعالوا بقى نتبلها مع بعض ونحط عليها اللبن. وبجد وصفه خطيره لازم تجربيها. ان انتي فايتك كتير لو بتحطي على الكبده خل. حطي عليها لبن ومش هتندمي. جربوها في كميه صغيره بجد هتفرق معاكم جدا. هحط بقى عليها فنجان لبن صغير. انا مش مسرعه الفيديو خالص يعني عاملاه عادي جدا، مش عامله فيه سرعه علشان خاطر تشوفوا الوصفه من الاول للاخر. حطيت بقى فنجان اللبن بعد ما قطعت الكبده. وبرضو الحته اللي انا بقطع فيها الكبده الصراحه الكاميرا كانت واقفه فيها ومش عارفه يعني عدت مني ازاي. يعني انا ما خدتش بالي ان الفيديو فاصل الا بعد ما قطعت الكبده وقلعت الجلافزات لقيت الفيديو فاصل. بس يعني طبعا كلنا بنعرف نقطع الكبده، يعني مش قصه. انا مقطعاها شرايح رفيعه خالص زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. بصوا بقى اللبن بجد بيشيل كل السموم اللي في الكبده، وبيحافظ على الفايدة بتاعتها وما بيضرهاش خالص بعكس الخل. الخل مش صحي خالص للكبدة ان انت تحطيه في البداية. يعني ممكن تحطيها شوية خل مع التتبيلة، لكن ما تحطيش كبدة مع الكبدة في البداية خل. بجد انا ندمت جدا ان انا كنت بعمل كده وما بقتش اعمل كده تاني. تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا اللي هي الأساسية بتاعت الكبدة. معلقة من الكمون على الكزبرة، معلقة توم كبيرة حلوة كده، معلقة كبيرة من هريسة الشطة أو معلقتين. احنا طبعا بنحب الحاجة السبايسي فحطيت معلقتين. شوية خل بقى وعصرة ليمونة. ابني كان واقف جنبي معلش. وهي دي التتبيلة بتاعتي. حبة ملح، هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. بجد احنا من عشاق الكبده يا جماعه. انا عايزه اقول لكم ان احنا كنا الكبده دي تقريبا الساعه 12 بالليل. احنا بنحب الكبده جدا، واغلبيه الاسكندرانيه بيحبوا الكبده جدا. اي حد من اسكندريه يسالوه على الكبده بالنسبه لنا دي يعني اهم اكله. هعصر بقى عصره ليمونه وهحط بقى بتاع معلقتين خل.
وطبعا انا كنت سايبه خلاص. هي كده التتبيله بقت تمام. الطاسه بتاعتك بقى الجميله وانزلي بيها بحبه زيت، وهنزل فيها بقى معلقه من الدقه اللي انا لسه عاملاها معاكم دي، وهشوح بقى الكبده كده. انا صفيت الكبده خالص من اللبن. بصوا اللبن ما بيأثرش فيها خالص، ولا بيسيب فيها اي علامات، ولا بيغير لونها، عشان تكونوا فاهمين، عكس الخل تماما. بصوا الكبده معايا حمرا خالص ازاي، اكني ما حطيتلهاش لبن. انا طبعا بعد ما سبتها في اللبن شويه قمت حطاها في مصفى ومصفياها، فصفت كل اللبن اللي فيها ورجعت زي ما هي. هشوح بقى كل الحاجات دي مع بعض، هديها تشويحه تمام، وهنزل عليها بقى بعد ما تستوي. هسيبها تستوي تماما 10 دقايق. الكبدة ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق. ممكن لو على حسب طبعا يعني النوع بتاعها. لو صغيرة في السن بتاخد 10 دقايق، لو كبيرة شوية ممكن تاخد ربع ساعة. انا بتكلم على الكبدة البلدي يا جماعة، مش المستوردة. طبعا ده شوية فلفل الوان، اخضر على احمر على اصفر، بيدي طعم حلو قوي قوي للكبدة. وزي ما انتوا شايفين بقى على الطاسة حاطة حبة بطاطس كده يتحمروا، واحلى عشاء. بجد الاكلة دي عند بتوع اسكندرية في حتة تانية خالص. عصرة ليمون كمان عشان احنا بنحب الليمون على الكبدة. بصوا ما حطيتش خل تاني. يعني في ناس بقى بتفضل تدي للكبدة خل 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 خل، ده بيفقد القيمة الغذائية بتاعتها يا جماعة. بجد كتر الخل في الكبدة مش صحي خالص. هما معلقتين بالكتير قوي. ممكن كمان في ناس بتستغنى عن الخل خالص. في اسكندرية مش بنحط خل كتير، علشان الناس اللي بتفهم غلط ان احنا بنحط خل كتير على الكبدة، ده مش صح. انا كده سبتها لحد ما الفلفل كده يتشوح معاها شوية. اوعي ما تكونيش حطيتي لايك، هزعل منك يلي بتتفرجي على الفيديو. اوعي ما تكونيش حطيتي لايك. حطي لايك للفيديو وتعليق حلو، ومتابعة لصفحتي مطبخ ياسمين لو لسه مش متابعيها. حبايب قلبي انا بحبكم جدا جدا جدا، فانزاتي اللي بتدعموني. احنا كده بصوا الفلفل الالوان محافظ على لونه. بصوا هي بتطلع دخان اصلا اوريدي. مش عارفه انتوا واخدين بالكم ولا لا. حاجه بسيطه كده، مخلل بتنجان مقلي ومحشي. هنعصر عليه برضه عصرة ليمونة كده. الأكلة دي عندنا يا جماعة في حتة تانية بجد. البطاطس المحمرة، حبة خيار. بجد بقى قولولي في التعليقات ايه رأيكم في الأكلة دي. مستنية دعمكم ليا، واعملوا شير كتير للفيديو لأصحابكم اللي بيحبوا الكبدة. شوفوني بقى في فيديو جديد من مطبخ ياسمين. أشوفكم على خير. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله.